لوحدي في البيت، وفجأة اكتشفت إن في حد غريب مستخبي جوه، والأسوأ كان أقرب لي مما تتخيل. القصة دي حصلت لي وأنا عندي 18 سنة. وقتها كنت شايف نفسي كبير ومش محتاج حد، خصوصا أهلي. كنا رايحين رحلة لمكان هادي وسط الطبيعة، بيت كبير ومعزول وسط شجر كتير. بصراحة المكان كان جميل، بس أنا كنت شايفه ممل جدا. كل اللي كان فارق معايا وقتها إني أفضل على الموبايل وأكلم البنت اللي كنت لسه مرتبط بيها. أول ما دخلنا البيت حسيت بحاجة غريبة. المكان كان واسع جدا، ممرات كتير، أبواب في كل حتة، وكأن البيت متصمم بطريقة تخليك تتوه فيه. لكن أغرب حاجة إن في باب في آخر طرقة بيقولوا إنه بيؤدي لجزء تاني من البيت، حد تاني ساكن فيه. الراجل اللي ساكن هناك كان غريب شوية، هادي، بس نظراته ما كانتش مريحة. قال لنا إننا مش هنشوفه كتير، بس بصراحة وجوده لوحده كان مقلق. تاني يوم أهلي خرجوا وسابوني لوحدي. كنت قاعد بكلم صاحبتي وقررت أوريها الباب الغريب ده. قربت منه وفتحته، وكان مفتوح. دخلت خطوة واحدة بس ووقفت. المكان كان هادي جدا زيادة عن اللزوم، وفجأة سمعت صوت حاجة بتتقفل جوه. جسمي كله اتكمد. جريت بسرعة وقفلت الباب ورايا. قررت أقفل الباب كويس وجبت كرسي وحطيته وراه. حاولت أضحك على نفسي وأقول عادي، بس قلبي كان بيقول غير كده. الليل والتصاعد. الليل جه بسرعة والمكان بقى ضلمة بشكل مرعب. كنت قاعد لوحدي وفجأة سمعت صوت خبطة قوية. قربت من الطرقة ببطء، شغلت النور. الكرسي كان واقع على الأرض وفي حاجة جنبه، شنطة مش بتاعتي. الخطر الحقيقي. في اللحظة دي فهمت في حد جوه البيت. مش بس كده، ده غالبا دخل من الباب ده. الاختباء. جريت بسرعة وقفلت على نفسي في مكان قريب وحاولت أبقى هادي، وسمعت خطوات. مش جري، مش تخبيط، خطوات عادية جدا. كأن الشخص ده مرتاح وكأن البيت بيته. بعد وقت طويل سمعت صوت عربية أهلي. جريت بره وصرخت فيهم ما يقربوش. كنت مرعوب بشكل عمري ما حسيت بيه قبل كده. الراجل اللي ساكن جنبنا جه بسرعة وكان واضح عليه الخوف. قال لوالدي إن الكاميرات عنده سجلت حاجة. راجل غريب طويل كان واقف جوه أوضتي. مشينا فورا والشرطة جت بعدها بدقايق. قالوا إنهم شافوه وجري ناحية الغابة، لكن ما مسكوش فيه. لحد النهاردة مش عارف هو كان عايز ايه، بس الحاجة الوحيدة اللي متأكد منها إن أخطر الناس مش اللي بتشوفهم، دي اللي بتكون قريبة منك وإنت مش حاسس بيها.